تزداد قوات الشهيد الصدر قوة وقدرة قتالية على تحرير المناطق المغتصبة من عصابات داعش الإرهابية ونشر مقاتليها لمسك الأرض بعد التحرير، لتكون الصحراء الغربية لمنطقة مكيشيفة ومشارف منطقة اللاين الحدودية مع محافظة الأنبار هي أبرز المناطق الخاضعة تحت سيطرة قوات الشهيد الصدر. فقوات الشهيد الصدر مسكت هذا القاطع تقريبا 3 كيلو لقاطع الشهيد الصدر. استطاعت قوات الشهيد الصدر أن تمسك هذا مثل ما تلاحظون رغم الإمكانات والتسليح الضعيف حقيقة، باب إشارة لهذا الجانب. حقيقة المجاميع اللي عندنا مجاميع مدربة ابتداء، هناك اكو تدريب ضمن ساحة المعركة. احنا في وقت الرخاء وقت الراحة بإمكاننا أنه نقيم هناك دورات مثل ما لاحظتوا على مدفع حاون ومدافع أخرى ضمن الميدان، أبنائنا وإخواننا يتدربون عليها ضمن القطعة الجغرافية اللي احنا بها. كذلك هناك مجاميع تتدرب وتطور نفسها ذاتيا. الآن احنا في منطقة يسموها القرية العصرية اللي هي غرب تكريت. هذه تحررت من قبل قوات الشهيد الصدر. تكون الخط المواجهة مع اللاين اللي خلف التلال، تبعد عنا العدو ما يقارب 4 كيلوات. عدة مرات حصل تعرض في هاي المنطقة، والأبطال أخواننا قوات الشهيد الصدر جناح العسكري لحزب الدعوة تنظيم العراق كبدوا العدو عدة خسائر. قوات الشهيد الصدر تعمل بدرجة كبيرة من المسؤولية والتنسيق العالي مع القوات الأمنية وفصائل المقاومة الإسلامية فيما يخص عمليات التحرير. قوات الشهيد الصدر عندها تنسيق عالي المستوى مع باقي فصائل المقاومة الإسلامية الحشد الشعبي، أيضا تنسيق عالي ومتواصل مع باقي قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة الاتحادية، وتبادل المعلومات الاستخبارية، تبادل الإسناد مع الطيران. وهذا الجهد المتواصل ليل ونهار اللي يبذلونه أبنائكم أسفر عن الانتصارات والنتائج الباهرة. فيما يتمتع المقاتلون بقدرة قتالية ومعنويات عالية وهم يتصدون لهجمات الإرهابيين. أنا ابن الناصرية والشعر وياي، وأنا ابن العمارة اللي وياي. أرحب بيك أقول لك هلا يا ابن عضاي. عاو طارش والويا، ها عاو داعش والويا، روكك بالبسطال الروك، روكك بالبسطال الروك، داعش والويا. يا ابو محمد رضا ثوب لك وافي، ويا طيب السلالة وما اللي معك صافي، شريد احتم مقامك يا اهل السستاني ابد مو كافي. طارش قل للسيد، طارش قل لس ذول جنودك بالميدان، طارش ذول. مسك المناطق الصحراوية ومساعدة القوات الأمنية في عملياتها العسكرية ضد الإرهاب كان من أولويات أبطال قوات الشهيد الصدر، وهي تتمتع بقوة عسكرية فاعلة. لقناة المسار الأولى وسام الخزرجي، صلاح الدين.